السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة مع حسن الهلالي، ونبدأ كلامنا زي ما تعودنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حابب أرحب بكل متابعينا الأفاضل في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلامة. لو أول مرة حضرتك تنورنا بدعوك اللي أنت تشارك في قناتنا المتواضعة، فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد فضلا وليس أمرا. ما تنسوش اللي أنتوا تضغطوا على زر الإعجاب بالفيديو دعما من حضراتكم لاستمرارنا في تقديم المحتوى. خلونا نخش على طول في التفاصيل. والنهارده بنتكلم في حكم المحكمة في القضية اللي شغلت الرأي العام لفترة كبيرة جدا، واللي عرفت إعلاميا باسم قضية طبيب الساحل ومقتل الدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه. طبعا كلنا شفنا تفاصيل القضية، وكلنا شفنا الكواليس وما وراء الكواليس والخبايا والأسرار اللي بتظهر يوم بعد التاني، وخاصة بعد تناول القضية بصورة كبيرة جدا على منصات التواصل الاجتماعي وعلى القنوات التلفزيونية. الموضوع مش موضوع جريمة قتل والسلام، الموضوع كان وراه حاجات كتيرة جدا. كان في ناس كمان متورطين لسه بعيد عن الثلاثي اللي كان موجود في الصورة، المحامية والممرض والدكتور زميله أحمد شحتة. النهاردة في حكم طبعا تاريخي بعد تخوف الناس من اللي كان بيحصل الأيام اللي فاتت، وبعد تغيير أقوالهم من اعترافاتهم أمام النيابة باللي حصل ومقتلهم للدكتور أسامة صبور رحمة الله عليه. زي ما تابعنا وشفنا جلسات المحاكمة بتاعتهم، دفاعهم حاول يثبت اللي هو اتقتل، ولكن دون سبق إصرار وترصد. يعني ما كانش في نية ان هم يقتلوه، ولكن كانت كل حاجة واضحة، بداية من الحفرة اللي كانوا عاملينها في عيادة أحمد شحتة اللي دفنوا فيها الدكتور أسامة صبور. حاجة زي الحفرة دي اللي كانوا حاطينه فيها واللي دفن فيها حي معصوب العينين مكتوف الأيدي والقدمين، وكمان يعني حاطين حاجة على بقه علشان ما يتكلمش أو يصرخ. فده كله في النهاية الناس عايزين يقولوا ان لا، ان جريمة القتل كانت دون سبق اصرار وترصد. المهم عزيزي المتابع، عايز اقول اللي كانت في حالة من الفرحة الشديدة لكل متابعين القضية، ومشاعر مختلطة من والد الدكتور أسامة صبور. الفرحة اللي كانت فيها والزغاريت اللي كانت موجودة داخل قاعة المحكمة، ولكن فرحة الأم كانت ممزوجة بطبعا المعاناة اللي عانتها طوال الفترة اللي فاتت، ولكن هي فرحتها ان ابنها في النهاية حقه بيجي. قلب هذا الأم احترق على ابنها، وأكيد آثار الحزن ما زالت موجودة في قلب الأم. ولكن في مثل هذه الجرائم لما يكون الحكم منصف وعادل اكيد بيبرد القلب شويه، بيهون عليها فقدانها لابنها. وده اللي حصل واللي شفناه وتابعناه من خلال طبعا الفيديوهات اللي انتشرت من داخل المحكمه لمشاعر لحظه اطلاق الحكم. بعد اعلان قرار المحكمة النهاردة، بعد جلسة دامت ل7 ساعات، جلسة طويلة جدا استمعت فيها هيئة المحكمة الموقرة لدفاع المتهمين ودفاع المجني عليه وكمان مرافعة النيابة، وبعدها اطلقت الحكم اللي اسلك صدورنا، الحكم العادل والقصاص المنتظر من المتهمين الثلاثة. طبعا أحالت أوراق المتهمين الثلاثة لمفتي الديار المصرية لحين النطق بالحكم يوم 7/11. طبعا فرحة كبيرة جدا، لأن اللي متابع القضية إعلاميا الفترة اللي فاتت كان في كواليس كتيرة جدا ظهرت في القضية دي، وموضوع مرتبط بتجارة أعضاء وحاجات تانية غير موضوع إن هم عايزين يسرقوه أو كانوا طمعانين في الفلوس اللي معاه، أو كما قيلت الرواية الأولى إن هم خاطفينه علشان يطلبوا فدية لأنه أهله ناس مستريحين. الكلام كان مختلف، الكلام كان فيه تخوف للمتابعين. كل الناس المتعاطفين مع طبعا قضية طبيب الساحل كانت الناس قلقانة من حكم المحكمة، ولكن النهاردة الحمد لله المحكمة أصدرت الحكم بتاعها بإحالة أوراق المتهمين الثلاثة لدار الإفتاء أو مفتي الديار المصرية للنظر في قرارهم الشرعي في موضوع إعدام الثلاثة. وده القرار اللي كان منتظر أو الحكم واللي كان منتظر في جريمة بشعة هزت طبعا مشاعرنا. كلنا كنا بنتابع التفاصيل والأحداث باهتمام شديد جدا، اللي احنا نشوف الخواتيم والنهايات، لان الحكم ده هو المهم في موضوع الجريمة، لانك انت تتناول قضية كقضية رأي عام، جريمة بتعمل عليها ظباط علشان في الاخر يكون في احكام رادعة، لان عدم وجود الاحكام الرادعة هي اللي بتتسبب في انتشار وتفحش الجريمة في المجتمعات بصورة عامة.
وعندنا في المجتمع المصري. طبعا شفنا كلنا مشاهد من المحاكمة، وكلنا شفنا طبعا ردود الأفعال اللي كانت على المتهمين، ثبات انفعالي يعني منقطع النظير للمتهم الأول دكتور أحمد شحتة الذي لم يحرك ساكنا اتجاه حكم الإعدام. شفناه بثبات شديد جدا، وكأن الراجل ده واثق ان هو ما عملش حاجة او هيطلع من الموضوع ده رغم الحكم اللي اتحكم بيه من هيئة المحكمة الموقرة عليهم بإحالة أوراقهم، إلا إنك ما تشوفش أي ردة فعل من الراجل ده. عنده يعني تبلد في المشاعر، عنده ثبات انفعالي غريب الشكل. أنت تقف قدامه كده تقول لا ده فعلا الراجل ده وش إجرام، يعني الراجل اتهزش ليه اللي بيحصل معاه. يعني خلونا نقول لو السكينه كانت سرقاه في الاول وتورط في القضيه دي، ولكن اللي بيحصل، لكن الفتره دي كلها وهو موجود في السجن هل ما عادش لصوابه؟ هل ما فاقش من اللي هو فيه؟ شفنا طبعا كتير متهمين كان ممكن يعمل الجريمه بتاعته وبعد ما يخش السجن نلاقيه عنده احساس بالندم، عنده احساس بالانهيار، ولكن بصراحه الراجل يعني ما قصرش. الراجل ما فيش اي حاجه خالص وما تاخدش منه غير الجمود في المشاعر. طبعا المتهمه الثانيه المحاميه ايمان اللي كانت في محبسها بتشاور للناس وساخطه على القرار ومش عايزه حد يصورها. كان في جدال كبير جدا ما بين والده الدكتور اسامه والمتهم الاول صديقه احمد شحته وهو خلف القضبان الحديديه. كانت وجهت اليه كلام كبير جدا وكانت بتحاسبن عليه قبل بدايه الجلسه، بتقول له هو ابني عمل ايه عشان تعمل فيه كده؟ منكم لله وحسبي الله ونعم الوكيل. لان كنا فعلا كلنا كان عندنا الاندهاش من بداية تفاصيل القضية دي، هو ايه السبب؟ ولغاية دلوقتي على فكرة يعني السبب يظل غامضا، لان كل يوم وكل منصة إعلامية بتتداول القضية دي تطلع بمجموعة من الخبايا غريبة الشكل. ففي النهاية أيا كانت الأسباب فالنهاية واحدة، أهم حاجة الحكم، والحكم العادل في مثل اللي ارتكبوا جريمة بشعة جدا، بداية من استدراج المجني عليه دكتور أسامة صبور رحمة الله عليه لجرعات التخدير اللي أخدها، التعذيب اللي شافه قبل وفاته إلى أن فارق الحياة. نحمد ربنا سبحانه وتعالى على القضاء العادل. هل هناك ألغاز لم تكشف بعد في قضية الدكتور أسامة؟ أعتقد بعد اللي تم عرضه الفترة اللي فاتت ان القضية دي مش سهلة وكان فيها تفاصيل كتيرة والغاز كتيرة ورا مقتل الدكتور أسامة. فهل بعد حكم الإعدام تتقفل القضية ولا القضية تظل مفتوحة، خاصة ان قدامهم مرحلة النقد او الطعن على الحكم؟ لان خلاص احنا كلنا منتظرين يوم 7/11 والحكم بالاعدام، فيبقى في مرحلة النقد. شكرا جزيلا لحضراتكم اللي انتوا وصلتوا معانا لنهاية الفيديو ده. بتمنى ليكم دوام الصحة والسلام والعافية. اشوفكم في لقاء اخر يتجدد بمشيئة الرحمن مع حسن الهلالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.